شعري مش متوتر. زي شكل هرم من اهرام مصر الاستاذ سمير صبري. شرف بمطار بيروت. كلنا مبسوطين الحمد لله، وهلا رايحين على الاكوموديشن كمان احلى واحلى، وبكره موعدنا معكم بتكريم زي ما بيقولوا مصاروي ما حصلش. بمبادرة فريدة من نوعها أقيم مهرجان الزمن الجميل للسنة الثانية على التوالي برعاية وزارة السياحة بفندق ريجنسي بالاس أدما، بحضور حشد كبير من الفنانين والإعلاميين. استقبل عراب الحفل الجراح التجميلي الغني عن التعريف دكتور هرات السغبزريان، وهو العاشق لكل ما يمت بالزمن الجميل من صلة، مكرمين بكامل أناقته وابتسامته المعهودة. واللافت كان الحضور الطاغي للفنانين المصريين المكرمين، ومن بينهم لبلبة، يوسف شعبان، فاروق الفيشاوي، دكتور مدحت العدل وسمير صبري. تميز الحفل اللي نقلته قناة MTV بدقة التنظيم، فقدمت الدروع التكريمية بطريقة سريعة ومدروسة، بحيث ما شعر الحضور بالملل اللي بيكون عادة سمة معظم المهرجانات الأخرى. وكان ظاهر على المكرمين مدى تأثرهم بالتقارير التي عرضت عنهم بالكلمات اللي انقالت بحقهم، فشكروا دكتور هراتش على هيدي المبادرة اللي تحسب له بزمن ما عاد يعطي قيمة لكبار وعظمائه اللي أثروا الساحة الفنية بعطاءاتهم وإنجازاتهم على مدى سنوات طويلة. وكان المكرمين حضروا إلى بيروت يوم السبت، حيث استقبلهم دكتور هراتش بصالون الشرف بمطار رفيق الحرير الدولي، وتيحت الفرصة لبعض الوسائل الإعلامية اللي تم اختيارها بدقة من قبل القائمين على الزمن الجميل للالتقاء بالفنانين المكرمين بصالون الشرف وإجراء لقاءات معهم. وكان موقع شوفي جديد حاضر وأجرى لقاءات حصرية مع عدد منهم. بمساء يوم السبت تم دعوة المكرمين من قبل سفير مصر بلبنان على حفل عشاء أقيم بالسفارة المصرية. ومن المعروف إنه الفنان أخلاق ورقي واحترام، بس الفنانة رغدة اللي كانت من بين المكرمين تخطت الحدود بشكل مبالغ فيه، وتصرفت بطريقة غريبة اعتبرها البعض بتنم عن قلة أدب، بحيث رفضت إجراء أي لقاءات صحفية وتعاملت بفوقية مع الحاضرين، ورفضت حتى التقاء الصور مع أي كان. أما أبرز ما حدث بالحفل فهو صعود أسطورة الفن الاستعراضي أحلى الراقصات نجوى فؤاد على المسرح بعد طلب من كل الحاضرين المتعطشين لفنها، فرقصت لهم على أغنية قولوا له الحقيقة، وهي المعروف عنها إنها اعتزلت الرقص من سنوات طويلة، فتعالت الهتافات وصفق الجميع وقوفا لها وتقديرا لمسيرتها الطويلة. كاميرا وشوفي جديد كانت حاضرة، حيث أجرت لقاءات حصرية مع المكرمين منشوف تفاصيلها تباعا خلال الأيام المقبلة. ومن موقع شوفي جديد منقول للدكتور هراتش شكرا إنك على مدى ساعتين نثرت على كل الحاضرين نفحات من زمن جميل بعد أصدائه بوجدان وضمير وذاكرة كل الأجيال.